خلونا بوصفة الحلو. بدنا أول شي كيك انجلش كيك أو أي كيك جاهز من السوبر ماركت، كيك على شوكولا، كيك على حليب، كيك اللي بدكم إياه. أنا جبت كيك فيه شوكليت شيبس، أوكي سادة بس فيه شوكليت شيبس جاهز من السوبر ماركت. حنقطعه ونصفه بصينية. هذا أول شي. يلا تعالوا 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 سوا نعمل سوا أطيب حلا. بسم الله. راح أقطعه تقريبا بهذا السمك، يكون هيك سميك شوي مش رفيع كتير، اوكي. وصفهم بالصينية. هذا بعد ما صفيتهم بالصينية. هلا رح انزل فوقهم حليب بارد، تقريبا كوب واحد من الحليب. عشان نسقي الكيك يطلع طري وهش ولذيذ. اوكي، دي اول طبقة رح تكون طبقة الكيك. هلا ما نعمل طبقة الخليط الابيض فوقها اللي بتيجي طبقة كريمية فيها قشطة، اوكي. واخر طبقة رح تكون طبقة صوص شوكولا. فهلا رح نعمل طبقة الخليط الكريمي القشطة بالخلاط. يلا شوفوا شو رح نحط ونخلط، بس بدون نار بدون طناجر بدون شي. بالخلاط رح انزل علبتين قشطة جاهزة من السوبر ماركت، علبة واثنين. فوقهم رح احط نص علبة نسلة، نص او اكتر شوي حسب قديش بتحبوا انتو حلاوتها. ملعقة فانيلا. شو بدي احط؟ ظرفين دريم ويب اللي هن الكريمة البودرة، اوكي. هذا ظرف، هذا الدريم ويب الكريمة البودرة، وهذا ثاني ظرف. هلا فوقهم رح احط من مكعبات الجبن 8، اوكي، 8 مربعات من الجبن. الشرم واحد، اثنين، هذا 3، وهذا 8 مكعب، اخر واحد. هلا رح انزل فوقهم 200 ملي من كريمة الخفق، اوكي، العلبة اللي بتجي صغيرة كلها رح انزلها. ورح اسكر ونخلط. هذا الخليط جاهز. هلا رح انزله فوق الكيك مثل ما هو. اذا بدكن الخليط يطلع اثقل من هيك يكون سميك اكتر، بس ما تحطوا كريمة خفق، او اما قللوا الكمية. يعني نحن حطينا 200 ملي، حطوا بس 100 ملي او 90 ملي، تطلع شوي الخليط اسمك. كأني كترت انا. طيب هاي الصينية حطينا الطبقة البيضاء ورح نفوتها هلا على البراد، اوكي. رح افوتها
هلا شو، هلا بعدلنا اخر طبقه اللي هي طبقه الشوكولا. الصينيه بدنا نخليها ساعه بالبراد قبل ما نحط طبقه الشوكولا عشان تمسك هديك الطبقه وما يفوت طبقه الشوكولا بطبقه الحليب، بيفوتوا ببعضهم بس ننزلها. اوكي، فلازم نخليها تبرد وتجمد. طبقه الشوكولا هي بس عباره عن شوكولات شيبس شوكولا، رقائق الشوكولا. عندي 340 جرام تقريبا من رقائق الشوكولا، او فيكم تجيبوا لوح شوكولا وتقطعوه، يعني شوكولا بحليب، بس تكون نوعية الشوكولا من هيدي اللي بنقدر ندوبها. اوكي، وراح احط فوقها تقريبا ما يقارب 3/4 كوب من كريمة الخفق. كريمة الخفق لازم نسخنها قبل ما نحطها، فرح سخنها وارجع. كريمة بس سخنتها تسخين، بس لحتى تسخن، ما بنخليها تغلي على النار، بس لتوصل لدرجة حرارة سخنة ومنطفي. وراح انزلها فوق الشوكولا. هلا شو، هلا يا اصدقائي رح اجيب ملعقة وقلبها. دغري الشوكولا بدوب بقلب الكريمة. نقلب فيهم شوي لتدوب الشوكولا وينخلطوا مع الكريمة، يطلع معنا صوص شوكولا يجنن. تقريبا هيدا صوص الشوكولا صار جاهز. هلا شو رح اعمل؟ رح انزلهم بهيدي عشان بدي شي اقدر اسكبهم منيح فوق الحلو. اوكي، شي يكون سهل علي. الصينية من البراد بعد ما صار لها ساعة، وهلا بدي نزل فوق الشوكولا، بس رح احاول نزله على قلة المهلة عشان يضلوا على وجه الحلو، ما ينزل لتحت. اذا كترتوا شوية كريمة خفق بعد على الشوكولا اللي عملناه، بيطلع الصوص الشوكولا هي الاخير اخف شوي. انا طلع معي سميك شوي، بس ما ضلش عندي كريمة لحتى اقدر شو اعمل، خففه. فاذا كترتوا شوية كريمة بيطلع اخف. في هيك نزلهم شوي شوي بالملعقة لحتى غطي كل الفراغات. طلع الشوكولا سميك شوي. تقريبا خلصت. انا زبطت معي الصينية وسكرتها بطبقة الشوكولا، شايفين ما احلاها. هلا اعزائي المشاهدين، بعد ان قمنا بتحضير صينية الحلوى السريعة والباردة واللذيذة، شو رح نعمل؟ رح ناخدها نحطها بالبراد تقريبا ساعة قبل التقديم. اسمعوا، غيرت رأيي، قررت اني زينها شوي، فجبت من هولا فرق في الشوكولا وراح اكسر ووزع على وجهها. وهيدي بالنص كده وكده. كيف بدي احطها؟ شوي وهيك شوي. جاهزة. هلا رح اخذها على البراد تقريبا ساعة او ساعتين. بكون اجا يوسف بندوق اياها وبقطعها معكم بعد ما تبرد. اوكي، يلا. وهاي الصينية بعد تقريبا خليتها ساعتين بالبراد. واجا يوسف، فصار فينا شو نعمل؟ ندوقك. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح جدا. صورني انا عم بشيلها لدوقك. الله، شو اشي ذكي ولا مش اشي ذكي؟ ايوه، رحنا يومين على الاردن، نسيت عم تحكي اردن.
كثير عادي. أميمي بتعرف هالصوص الأبيض كتير طيب. كثير طيب.